السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ودايما ان شاء الله بخير. النهاردة فيديو مميز جدا 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 اللي عايز يشتري مراتب يانسن ومحتار. النهاردة هرشح لحضراتكم موديلات للسرير الصغير وموديلات للسرير الكبير وكمان موديلات اللي ظهره تعبان. هنشرح بالتفصيل ان شاء الله، لكن اولا مع حضراتكم فادي مجدي كراوية من توكيل مراتب يانسن في دمياط، فروعنا 3 في دمياط. حضراتكم تقدروا تشتروا من عندنا طبعا في فروعنا او نشحن لحضراتكم اي مكان. بنقدم لحضراتكم جميعا ان شاء الله سعر المصنع الرسمي بدون اي زيادة او نقصان. ضمان المعتمد 10 اعوام لشركة يانسن ومنتج المصنع الاصلي. لو حضرتك عايز مكان ثقة تشتري منه ان شاء الله تبقى متأكد 100% ان المراتب اصلي وانت مغمض باذن الله، ان شاء الله باذن الله تشرفونا ان شاء الله في فروعنا. اهلا وسهلا بكم دايما. يعني ايه وكيل معتمد؟ يعني طبعا زي احنا وكيل معتمد يعني بنمثل المصنع في اي شيء سواء سعرا او جودة، وطبعا لو حصل اي حاجة للمرتبة نحن في خدمتكم دائما ان شاء الله. نرجع لموضوعنا وهو ترشيحات للمراتب كلها. ساعات الواحد بيبقى بيشتري بس مش عارف يشتري ايه، وخايف يشتري حاجة مش عارف دي مكوناتها ايه، ويخاف يشتريها ما تبقاش الغرض المناسب للي هو عايزه. النهارده بالترتيب كده، لو عريس او عروسه عايزين يشتروا مراتب جديده، فالفيديو ده لحضرتك ان شاء الله هنساعدك تختار ايه بين الموديلات. ان شاء الله مش هتحتار وهيبقى ليك مرجع دائم لو عايز تشتري كمان قدام اي مراتب. اولا دايما الراجل او البنت او العروسه بيبقى عايزين يشتروا غالبا 3 مراتب، مرتبتين سرير صغير ومرتبه كبيره. هنبدا بترشيحات السرير الصغير. السرير الصغير عامة بينام عليه فرد واحد، لازم دايما يبقى ده عند حضرتك قبل ما تشتري او حضرتك. هينام عليه طفل، مش هينام في الاول خالص على السرير، هينام جنب مامته وباباه في الاول، وبعد كده هينتقل للسرير بتاع الاطفال، وبعد كده فين وفين هيبقى طفل صغير حجمه مش كبير ايا كان وزنه طبعا. وبعد كده هيكبر وبعد كده ان شاء الله هيتجوز، يقعد فتره صغيره وهيتجوز وهيروح بيته. وبالتالي دايما السرير الصغير مش هنستثمر فيه كتير، هنجيب حاجه ممتازه جدا وعمليه جدا تعيش معانا العمر، لكن مش عايزين نحط مستوى رفاهيه عالي، مش عايزين نحط فلوسنا في حاجه قد نستخدمها بعد كده في السرير الكبير. وبالتالي دايما عندنا يبقى المبدا ان احنا نجيب حاجه عمليه وكويسه لكن سعرها مش غالي في السرير الصغير. انا استثمر دائما في السرير الكبير، وبرضه اللي عايز يوفر هنقول له في السرير الكبير. السرير الصغير هناخده في معظم الاحيان او اكتر من 90% سوست متصله. لو عندنا 3 ارتفاعات نختار منهم 24 سم موديل اكسترا جولد سوست متصله وطبقه اسفنج من الوجهين. هنعلى شويه موديل 25 سم موديل الماني من شركه يانسن سوست متصله وطبقه قطن داخلي من الوجهين. النوع الثالث معانا وهو اغلى سعرا موديل كاتاراكت سوست متصله وسوست متصله اكثر في المنتصف والاطراف، وطبقه قطن واسفنج من الوجهين والقماش الخارجي ضد البكتيريا والحشرات. ده يعتبر سعره مرتفع شويه بالنسبه للسرير الصغير. كترشيحي عامه اي واحد من الثلاثه ممتازين، خير الامور الوسط. نختار موديل الماني، ده ترشيح الشخصي، الموديل اللي في النص. طيب لو انا عايز سوست منفصله اختار ايه؟ برضه هرشح لحضرتك سوست منفصله. لو عايز سوست منفصله سعرها كويس جدا فهنا هنختار موديل بلو ماس ارتفاع 20 سم سوست منفصله وطبقه اسفنج من الوجهين، ارتفاع قليل كويس جدا بالنسبه لسعره، كويس اللي عايز سرير صغير مش عايز له ارتفاع كبير. لو عندك سرير دورين ده ممتاز جدا، لو عندك سرير درج بارتفاع معين والمرتبه بتبقى جواه ده برده كويس جدا ليه واختيار كويس جدا. لو عايز مرتبه عاليه شويه او اختيار اعلى الميزانيه مساعداني شويه قد اختار موديل بوكيت ارتفاع 27 سم سوست منفصله طبقه قطن واسفنج من الوجهين. موديل بوكيت قطن من الاكثر مبيعا والاكثر اعتماديه في الشركه، موديل ممتاز جدا، ده برضو اختيار ممتاز جدا بالنسبه لي. ومن وجهه نظري الشخصيه كده انتهينا من ترشيحات السرير الصغير. طيب دلوقتي انا عندي كمان سرير كبير. هنقسم الموضوع سوست متصله الاول، واللي عايز يجيب سوست منفصله، واللي عايز يجيب مستوى رفاهيه وفي الاخر ضرب الجمر. 4 اقسام في السرير الايه الكبير. هنبدا بالميزانيه المعقوله اللي الناس كتير دلوقتي بتدور عليها، حاجه ميزانيتها معقوله وهتعيش معانا العمر.
مش لازم مستوى رفاهيه عالي، لكن عمليه جدا جدا جدا، وهتعيش معانا الحمد لله ان شاء الله العمر الكبير كله. موديل كاتاراكت، ارتفاعين 27 سم ومنه 31 سم، اختيار ممتاز جدا. سوست متصله، طبقه قطن واسفنج من الوجهين، والقماش الخارجي ضد البكتيريا والحشرات، منه ارتفاعين 27 سم و31 سم، نفس المرتبه بنفس المواصفات. موديل كاتاراكت يعتبر اميز موديل في السوست المتصله في شركه يانسن، لانه مدعم بسوست اكثر في المنتصف والاطراف، ومعروف ان القماش الخارجي ضد البكتيريا والحشرات. ده السوست المتصل. طب لو عايز سوست منفصله، موديل ممتاز جدا في كل حاجه، ومش محتاج ادفع فلوس كتير برضو، او يعتبر بالنسبه لسعر السوست المنفصل عامه ممتاز. وهو موديل بوكيت قطن من شركه يانسن، منه ارتفاعين ايضا 27 سم و30 سم. نعتبره الاميز موديل، زي ما الكاتاراكت اميز موديل في السوست المتصله، ده بالنسبه لي اميز موديل في السوست المنفصله. 255 سوسته في المتر مربع، سوسته منفصله في المتر مربع، وبالتالي لو المرتبه الكبيره ممكن يوصل عدد السوست المنفصله في المرتبه ل 500 سوسته. يبقى سوسته منفصله، طبقه قطن واسفنج من الوجهين، والقماش الخارجي ضد البكتيريا والحشرات، قماشه جميله وناعمه، متوسط النعومه، ودايما بيحوز اعجاب الجميع. ما ينفعش يتقال عليها ان هي ناشفه خالص، لانها طبعا اقرب للنعومه، وما ينفعش يتقال عليها ان هي سوفت خالص خالص، ما هي زي الميموري فوم، هي متوسطه ماشيه، اخذه من كل كتاب ورقه ومطلعه ناتج حلو جدا جدا جدا. طيب لو انا عايز بقى مستوى رفاهيه عالي، لو عايز مستوى رفاهيه عالي برضو من غير ما ادفع فلوس كتير قوي، من غير ما اجيب حاجه ملهاش لازمه، من غير ما اجيب حاجه ارتفاع عالي قوي، هنختار موديل ميموري فوم. لو بتحب من هواة الميموري فوم، او الميموري فوم بيريحك، المرتبه السوفت العالي جدا، انعم حاجه ممكن تنام عليها. هنختار موديل ميدي بيدك، ارتفاع 28 سم، سوست منفصله، وطبقه ميموري فوم داخليه، نعومه ما بعدها نعومه، مرتبه طريه جدا وناعمه جدا وشيك جدا، وهتقدم لحضرتك الرفاهيه العاليه جدا اللي انت عايزها. لو بتميل لللاتكس، المنتج الطبيعي اللي بيقدم دعم كويس جدا للظهر اللي ما بيحرش، يبقى اختيار حضرتك برضو موديل ممتاز جدا من موديلات انجلندر التابعه ليانسن، وهو موديل هانيمون، وهو اولى ترشيحاتنا في شركه انجلندر. موديل هانيمون سوست ارتفاع 27 سم، سوست منفصله، وطبقه لاتكس داخليه، طبعا بتقدم مستوى رفاهيه عالي جدا جدا جدا. وهنحصل على موديل طبقه اللاتكس بدون برضو ما نرتفع ارتفاعات عاليه، او مواصفات ارتفاع المرتبه عالي، او ندفع فلوس ملهاش لازمه كده. يبقى اخترنا السوست المتصله، السوست المنفصله، وموديلات الرفاهيه. لسه الاخير معانا وهو المراتب الطبيه اللي هنختارها، اللي ده ظهر وجهه طبعا باستشاره الطبيب. لازم الاول الطبيب يقول لنا. هنختار موديل ماريوت ارتفاع 22 سم، وهو وسط، يعني موديل ماريوت بدون ستات مضغوط، المكون الاساسي ليه طبقه الريباوندد او الريبوند الطبي، ارتفاع 22 سم، وعليها طبقه اسفنج من كل وجه، طبقه ريبوند في النص وطبقه اسفنج من كل وجه. موديل ماريوت منه ارتفاع 17 سم و22 سم، ومنه 17 سم بالقطن و22 سم بالقطن. يعني احنا اخترنا ثاني موديل، في منه 17 قبله، وفي منه 22 سم 17 بالقطن بعده، و22 سم بالقطن بعده. احنا اخترنا 22 سم بدون قطن عشان يبقى ارتفاعنا شويه بالسمك، وفي نفس الوقت ما عليناش قوي ما ضفناش طبقه القطن عشان ما نرتفعش بالسعر. جبنا حاجه متوسطه وسعرها ممتاز جدا جدا. الماتت دي كلها تعتبر الجوده واحده والكواليتي واحد والخامه واحده، الفرق بينهم هو موديلات الرفاهيه. ليه ما اخترتش غير موديل واحد من انجلندر؟ موديلات انجلندر هي مشتقه من موديلات يانسن، هي لا قلق من النهائي. اللي عايز يختار اي من موديلات انجلندر اهلا وسهلا ومرحبا. احنا بنبيع منتجات يانسن وانجلندر، لكن انا دايما بختار المنتج الارخص، عشان كده اخترت هانيمون اللي فيه لاتكس من انجلندر، لانه ارخص موديلات الشركه اللي بتحتوي على طبقه لاتكس. الشركه اليانسن الام ما فيش فيها موديلات فيها لاتكس. تشرفونا طبعا في فروعنا، ويا رب تكونوا استفدتم، ونراكم قريبا. السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب يانسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب يانسن دمياط.